أديان مختلفة، يعني زي المسلمين أو الديانة المسلمة. يعني أول حاجة دول لما بيجوا أوروبا بشوف منهم حاجات عجيبة بصراحة. يعني أنا طبعا مش هقدر أقول الجنسيات اللي أنا اتعاملت معاها عشان ما يحصلش مشاكل على الإنترنت، بس طبعا يعني هكلمكم عن الحاجات اللي أنا بقابلها. ممكن في الشغل مثلا ممكن أقابل حد إن هو يكون متدين وكل حاجة يعني، بس لما يجي عند الشغل ممكن يمشي من الشغل بدري، ما يعملش شغل ويمشي بدري، مفيش مشكلة. دي مش مشكلة، دي مش حرام. ممكن ان هما مثلا يطلعوا بالليل ويشربوا ويعملوا، وده برضو مش حرام، عادي. ان هما يتكلموا على الناس وحش برضو مش حرام، ده مش عندنا، مش في القرآن، مش في الإسلام. ان هما يسرقوا من الضرايب مش حرام، بيسرقوا من الضرايب، دي مش حرام، السرقة مش حرام. حاجات كتير جدا انا بشوفها هنا في البلد او في اوروبا يعني، او في البلد اللي انا عايشه فيها يعني. بقعد اتعجب عليها بصراحه، وبسال نفسي هل الناس دي حافظه ولا فاهمه؟ لان هم لو عارفين دينهم كويس، الدين مش بس ان انت تغطي شعرك، الدين مش بس ان انت تاكل حلال وحرام، يعني تاكل الحاجات المذبوحه حلال والحاجات اللي مش مذبوحه حرام، ده مش الدين بس على فكره يا جماعه، الدين اعمق من كده بكتير. ومش معنى ان انت او انتي غطيتي شعرك معنى ان انتي متدينه اكتر من حد معري شعره. فانا انا بقالي هنا يعني اكتر من 15 سنه، وبشوف بلاوي بجد والله العظيم، والبلاوي دي بتخليني اضرب اخماس في اسداس وافكر الناس دول جايين من انهي طينة بجد، لان مستحيل يكونوا الناس دي فاهمة. الناس دي لو فاهمة ما كانوش يتصرفوا كده. انا والله كان نفسي وعلى عيني بجد ان انا اقول لكم على الجنسيات اللي انا قابلتها كلها، بس طبعا عشان ما خبطش في الجنسيات هنا، لان طبعا كل الجنسيات في العالم كله فيها الحلو وفيها الوحش، وانا مش بعمم في اي جنسية او في اي ديانة او في اي، مش بعمم. بس اللي انا شفته هنا من الناس اللي هم مش مسلمين حاجات تخبل، لكن اللي شفته من الناس المسلمين حاجات برضو تخبل بس بطريقة تانية. وانا النهارده مش طالعه بالفيديو ده عشان اسير الجدل، انا بس والله انا طالعه بالفيديو ده النهارده علشان فعلا ده اللي انا بشوفه هنا، وده اللي انا بعصره هنا حقيقي كل يوم. من كتر ما انا بشوف الحاجات دي كلها يعني حاجات بتمخول العقل، ما يعني كافيه خيري شري وقاعده في البيت ما بطلعش بره، يعني ما بصاحبش حد. وفي ناس كتير هنا واخدين عني فكره وحشه ان انا ما بصاحبش الجنسيه الفلانيه او الجنسيه الثانيه، او الموضوع ملوش دعوه بالجنسيات، الموضوع له دعوه باللي انا عاصرته هنا واللي انا بشوفه من ناس كتير. ناس عندها انا بصراحه مش عارفاها بالعربي بس عارفاها بالنرويجي، ان هم عندهم دبل مورال، يعني عندهم بيوروا حاجة ومصدقين حاجة تانية خالص، او مش ده التعبير الصح، هم بيوروا حاجة للناس بره وهم من جوه حاجة تانية خالص، وقاعدين بقى يخبطوا بالآراء، يخبطوا بالأفكار، يخبطوا بالأديان. وفي ناس كتير قوي متخلفة بجد. طبعا انا كان نفسي اقول حاجات كتير قوي في الموضوع ده جدا، اكتر من كده بكتير، بس انا مش الشخصيه اللي بتثير الجدل anyway. انا بطلع بقول اللي حاسه بيه، ولما بيكون حتى الفيديو ما بكونش محضره له بصراحه، يعني لان انا اما بعمل القناه دي ببقى عايزه اقول رايي وناس كتير تسمعه، لكن مش
اثارة الجدل، لان ده مش مضموني. بس انا عارفه طبعا ان في ناس كتير ارائها زي ارائي. انا اللي شفته هنا في البلد دي، لو اتكلمت عن الديانات المختلفه هحكي لكم بلاوي، والله العظيم بلاوي. تقابل اللي يقول لك قال الله وقال الرسول، وهو يعني البلد كلها عارفاه هو بيعمل ايه وراح فين وجه منين. تقابل المحجبه انا طبعا انا عارفه ان في ناس هتطلع تقول لي ان ده في كل حته في العالم، بس انا بتكلم على ان لما تيجي هنا، يعني لما تكون جاي هنا، انا بتكلم خصيصا عن الناس اللي بيبقوا يعني جايين هنا ويقولك احنا هربانين من نظام معين، احنا هربانين من ضغط معين، احنا هربانين من، بس هم بيبقوا جايين هنا وجايبين كل الحاجات دي معاهم. هم مش هربانين، هم بس جايين عشان الفلوس، مش عشان الضغط ولا عشان هم مصدقين اللي هم مصدقينه، وجايين من المكان اللي هم جايينه، ومستحيل ان انت تاخد بلدهم out of the mind or heart whatever. انا بتكلم عن الناس دي، وطبعا مش هقدر اقول لكم اكتر من كده عشان ما نفتحش حد، عشان انا ماليش في الفضيحه بصراحه. وده كان الحوار بتاعي النهارده، عشان انا كنت يعني ايه، الحوار ده ضغط عليا شويه، لان انا كنت اللي خلاني اتكلم في الحوار ده النهارده، انا كنت في السوبر ماركت ولقيت لك ناس طالعين من السوبر ماركت وشارين كل اللحمه الحلال اللي في السوبر ماركت. والناس دول مش الناس دول بعينهم يعني، بس جنسيتهم احنا بنشوف منهم هنا واو بلاوي مش هعد. فوانا واقفه في الطابور بتاع السوبر ماركت، ففكرت قلت يعني هل هو بس ان انت تاكل حلال هو ده الدين؟ مش فاهمه. ممكن اكون انا فاهمه الدين غلط وهم اللي فاهمين الدين صح. لو كان على ان انت تبقى مسلم وان انت تكون يعني 100 ان انت تاكل حلال بس لحمه حلال، اوكي ده سهله جدا. هو ده كان السبب ان انا طلعت النهارده اعمل الفيديو ده. وطبعا كل ما يجي لي موضوع يضغط عليا شويه هطلع لكم فيديو. وده كان الحوار بتاع النهارده، وهرجع لكم ان شاء الله بحوار جديد.